إذا كانت فيك هذه العلامات فأنت حتما تعاني من شيء اسمه سوء الامتصاص. جسدك لا يستفيد شيء من الطعام الذي أنت تأكله. وهناك من يكون حريص أشد الحرص على الأكل الصحي المتكامل المفيد، ولكن جسده لا يستفيد شيء، وعنده هذه العلامات وهذه الأعراض وهذه المشاكل في الجسد وفي صراع معها لسنوات. سأعطيكم في هذا المقطع الأعراض والعلامات الدالة على هذا. أولها الخمول والكسل والإرهاق والعياء، الجسد فاقد للطاقة. لكن هناك أشخاص عندهم هذه الأعراض وليس عندهم سوء الامتصاص. فما السبب؟ السبب هو الاستنزاف. يعني الجسد الذي يبذل مجهود كبير فهو يستنزف الطاقة، الأشياء المفيدة التي تكون في الدم، ولا يسترجع يعني المقارنة مع ما استنزف ومع ما استرجعه الجسد من البطن. هذا الشخص تجده لا يأكل أكل متكامل مفيد أو صحي، والجسد عنده يستنزف الطاقة إما في المعاشرة الزوجية أو الأعمال الشاقة أو التفكير الزائد، يعني هنا أو الحمل. المرأة حينما تكون حامل الجنين يأخذ من الدم، فالجنين يحتاج لعناصر كالسيوم حديد لبناء نفسه، فهو يأخذ تلك الأشياء من الدم. فهنا إذا لم تسترجع المرأة يعني ما أخذ منها من البطن، فالجسم سيدخل في حملة التآكل والخمول والكسل، يعني الاستنزاف. هذا يسمى استنزاف، أو حتى عند الدورة الشهرية قد يقع عند هناك استنزاف أو نزيف، فالجسم يفقد الطاقة هنا. هناك أشخاص عندهم الخمول والكسل والإرهاق والعيا بشكل مستمر دائم وليس عندهم مستنزفات. هذه أول علامات. من العلامات كذلك قد يكون هناك نقصان الوزن، وقد يقع العكس، لأن الوزن ليس دليل على سوء الامتصاص. هناك من عنده سوء الامتصاص ويزن 160 كيلوغرام 140 كيلوغرام، والطول تجده 160، طول 160 170، ويزن يعني ضعف البدن كله زيادة، سوائل أملاح معادن أشياء تدخل يعني إلى الدم بشكل مستمر وهي سهلة في الامتصاص. فما هي هذه الأشياء التي سهلة في الامتصاص؟ يعني السكر، الأملاح، المعادن، تلك المواد الحافظة، الأملاح المعدنية التي تضاف إلى المأكولات الغذائية كمادة حافظة. فهذه الأشياء تمزج مع الماء بسرعة فيمتصها الجسد من البطن، وما دخل باستمرار إلى البطن. هناك أشخاص عندهم جينات، يعني العائلة عندهم تجد ذات وزن، أو أنهم يستعملون يعني أدوية ومواد كيميائية تحفز الخلايا على التخزين. هناك عقاقير تعطى للبقر، إذا أكل الإنسان ينتفخ، تحتبس لديه السوائل، تصبح الخلايا تخزن ما دخل إلى الدم، يخزن في المخزون. فالوزن ليس دليل على أن هناك امتصاص. قلنا تساقط الشعر كذلك، ولكن تساقط الشعر يبدأ حينما يكون الاستنزاف أو يكون سوء الامتصاص الحاد، وتبدأ المناعة في الضعف. كذلك ألم المفاصل، ولكن هذا يأتي من بعد احتكاك الغضاريف، انعدام المادة اللزجة التي تكون بين المفاصل. ثم كذلك يعني نقص السائل المنوي، كثير من الرجال عندهم هذه المشكلة، نقص السائل المنوي، ليست عنده رغبة. احنا الرغبة في المعاشرة الزوجية يعني تكون بعدما أن تكون الحويصلات المنوية ممتلئة والسائل المنوي متكامل، هنا تكون الرغبة وتكون هناك الطاقة. فإذا كان الشخص يفتقر إلى هذه الأشياء، عنده سوء الامتصاص، فهو سيعاني حتما. لكن المشكلة كثير من الرجال يذهبون إلى المنشطات، يقتلون أنفسهم. الجسد ضعيف يحتاج إلى إصلاح من الجذور، يعني أسباب المشاكل، ولكن يتجاهلون هذه الأمور ولا يعلمونها.
علاج هذه المشكلة علاج سوء الامتصاص. لماذا الإنسان يأكل الطعام والجسم لا يستفيد؟ لماذا؟ البكتيريا النافعة تكون متضررة. البكتيريا النافعة تكون متضررة، منعدمة، قليلة. فالعنصر الذي يدخل لنا ما في الطعام هو حمض اللاكتيك، وهذا الحمض البكتيريا تصنعه من السكر. السكر الذي يدخل إلى الدم، السكر الذي يدخل إلى الدم، فالبكتيريا النافعة تعد بتريليونات، هناك تريليونات من هذه الخلايا تنشط على السكر فتحوله إلى حمض اللاكتيك. وحمض اللاكتيك كما قلنا هو دائما يأخذ العناصر المفيدة، الكالسيوم والحديد، يرجع هذه الأشياء تمزج مع الماء، قابلة للامتصاص، كالسكر، كالأملاح، كالمواد المحللة كيميائيا التي تضاف كما قلنا كمادة حافظة للأطعمة. فحمض اللاكتيك هو المسؤول عن الامتصاص. إذا كانت البكتيريا النافعة بالكثافة فهي تستطيع في هذه الحالة أن تنتج لنا كميات كبيرة، يعني تنقل لنا ما في الطعام إلى الدم. إذا كانت البكتيريا النافعة متضررة فإن لا تستطيع أن تحرق وتحول لنا السكر لحمض اللاكتيك، لا تستطيع لأن الخلايا قليلة، فهي يجب أن تعد بالتريليونات إذا تضررت. إذا لعلاج المشكل البكتيريا النافعة، هل إذا أكلنا البكتيريا النافعة أدخلناها إلى الجهاز الهضمي يمكن أن نعالج المشكل سوء الامتصاص؟ الجواب لا. المشكل ليس في البكتيريا. البكتيريا دائما نحن نتغذى يعني أطعمة على أطعمة يعني فيها البكتيريا النافعة، الخبز الكامل، التمر، يعني الأشياء الطبيعية فيها بكتيريا، والحليب ومشتقاته وهذه الأشياء فيها بكتيريا نافعة، لاكتوباسيلوس، يعني الأطعمة الطبيعية غنية بالبكتيريا وهي تنمو وتتكاثر. لكن لماذا لا تتكاثر ولماذا لا تستقر في الجهاز الهضمي حتى تصل إلى الكثافة المطلوبة؟ هناك عوامل تمنعها من التكاثر. أول هذه العوامل كثير من الأشخاص عندهم الطبقة المخاطية التي تكون على جدار الأمعاء متصلبة، مريضة، متضررة، أصبحت لديهم كالجلد الميت، الأمعاء مغلفة من الداخل. الامتصاص في بعض الأحيان يصل إلى الانعدام. يجب أن ينظف الجهاز الهضمي، إزالة هذه الطبقات، فالجسم يجدد نفسه ليكون هناك امتصاص. الذين عندهم هذه الطبقة التي تغلف الأمعاء في اليوم الأول حينما تزال يتغير الحال 180 درجة، يبدأ الجسم يستفيد، يشعرون بتغير رهيب في الجسم كالشجرة، يعني قطعت لها العروق. الجسد هو يستفيد من الأمعاء. بمجرد أن ترجع العروق للشجرة ستمتص ما تحتاج من التربة وستعود لها الحياة. وهكذا الجسم حينما تزيل ذلك الغطاء والغشاء والسد والذي يعني يحبس الامتصاص، يغلف الأمعاء من الداخل، فسيكون هناك امتصاص. هذا ما يقع مع كثير من الأشخاص الذين تعاملنا معهم. كذلك الكائنات الحية، البكتيريا الضارة، الجراثيم، جرثومة المعدة يجب أن تزال. يجب على الإنسان أن يبحث عن علاج ينظف جرثومة المعدة. والتنظيف لهذا الكائن هو الكائن الأكثر انتشارا بين الناس. جرثومة المعدة إذا بحثت على الإنترنت تجد في بعض المجتمعات 70% على حسب الإحصائيات، في كل 100 شخص 70 منهم مصاب بجرثومة المعدة، تسبب الكوارث في الجهاز الهضمي وهي مسرطنة. كيف لهذا الجهاز أن يكون فيه امتصاص وهذه الجرثومة التي تضر بالبكتيريا وتضر بجدار المعدة والأمعاء أن يكون هناك امتصاص وتنمو البكتيريا؟ لا يمكن. يجب تنظيف هذا، والتنظيف يبدأ تنظيف شامل كما نقول دائما، تنظيف من الفم، لأن البكتيريا تنتقل عن طريق الفطريات، عن طريق اللعاب، تعيش في الفم. الناس تتجاهل والمعالجون يتجاهلون الفم. تنظيف شامل كما نقول دائما، نظف تنظيف من الفم إلى المخرج، ثم اتباع الوقاية لكي لا ترجع، لأن التنظيف معناه التعقيم فقط مؤقت مع الحرص عدم انتقال العدوى مجددا. فعلينا يعني أن نسرع بعملية تنظيف الجسم من الداخل. هناك بروتوكول. للأسف 10 دقائق انتهت والمعلومات كثيرة، ونقول لكم تابعوا وشاركوا هذه المقاطع ليستفيد غيركم. ونقول باختصار من يريد يعني التنظيف، إذا أخذت الوصفة الثلاثية لدينا فالأرقام 6 مرحبا. وإذا أخذت أي منظف فعليك أن تنظف الفم أولا بمحلول تكون فيه الشروط المطلوبة. 10 دقائق انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله.